وصديقه الحكيمي من بعد كبيد المراول. واكثر صوره يمكن تبرتاجيت هي التعنيقه بيناتهم، شيء اللي يعجب برشا رواد مواقع التواصل الاجتماعي. خساره المغرب الحقيقه اثرت فينا احنا اللي ورا التلافز واللي موجودين زاده في الملعب. دموع المغاربه بنساهم برجالهم بكبارهم وصغارهم. مقابله هذه كانت خوفت برشا الامن الفرنسي، وين تم اغلاق الشانزليزيه واعلان حاله طوارئ في فرنسا بحكم وجود عدد كبير من الجاليه المغربيه. وقبل المقابله الامن الفرنسي كان هبط تغريده عن لقاء المغرب وفرنسا، وين هبط تصويره يتوقع فوز الديوك على الاسود، شيء اللي خلى الامن المغربي هو زاد يهبط تصويره فوز الاسود على الديوك. وبالرغم قرارات الامن الفرنسي الا انه صارت حادثه وين شفنا مواطن فرنسي يتعرضوا له المغاربه ومن بعد يخليه هذا يضرب طفل فرنسي عمره 13 سنه. الاعلام الفرنسي زاد كان تهجم برشا على المغاربه، منهم كلام انه اتهموا بعض الملاعبيه بالدواعش. ابرز الحاجات زاد اللي تفاعلوا عليهم العرب هو عبد الرزاق حمد الله، اللي مش كان انا رفيقنا برت عليه. برشا منهم كتبوا المفروض يسحبوا الجنسيه من عبد الرزاق حمد الله ويتمنع من دخول المغرب مدى الحياه. فما اللي كتب المغرب خسرت اول ما عبد الرزاق نزل، عبد الرزاق حمد الله يليت وظل معتزل. عبد الرزاق حمد الله هو جاسوس فرنسي داخل فرنسا ضيعها بطريقه عجيبه وبرشا انانيه من عنده. المغاربه اليوم تلعب على المركز الثالث، ان شاء الله يا رب يكونوا من اصحاب المركز هذا. برشا تعليق زاده من عند العرب وين شجعوا المغاربه وشكروهم. ونعطيكم زاده معلومه انه المنتخب المغربي اليوم يتصدر القيمه الشرفيه لمنتخبات العرب ويزيد 241 مليون دولار. المغرب شرفونا، رفعونا راسنا، وراونا اللي الحلم ينجم يصير وينجم يولي حقيقه. الحلم يتواصل. المنتخب المغربي تفرج الناس الكل البارح في المقابله 90 دقيقه، بدايه كانت متعثره شويه للمنتخب المغربي، سيطر فيها شويه المنتخب الفرنسي. جاء الهدف فيه برشا حظ باش تخلي الهدف الفرنسي. فرنسا وكي سيطرت شويه ولكن دون خلق فرص. الشوط الثاني رجعت المغرب اللي عرفناه وخير حتى من اللي عرفناها، بسيطره هجوميه كليه. المغرب يمينا ويسارا، الفرنسيس يجري ورا الكره، الفرص من كل الجهات، ولكن الحظ، الحارس، العارضه، الكره، الحكم، كل شيء جاء البارح ضد المغرب. نعاودوا نحكي على ضربه الجزاء اللي مخي ما يقبلهاش في مونديال بالفار، يعني بلا فار عادي يغلط اي حكم، ولكن بالفار المخرجين يتفرجوا باربع خمسه حكام نعرفش قداش قدام الاجهزه نتاعهم ما يرجعش على ضربه الجزاء بذلك الوضوح. ديما نرجعوا يشكونا بالسيف ويرجعونا بالسيف لنظريه المؤامره، لانه نفس الهفوه كان جات على ساق مبابي ولا جات على ساق ليو ميسي راهي تزفرت حتى من غير فار. خساره الحلم وفات. مبروك مره اخرى للمغاربه، مبروك الاسود الاطلس. شنو نجموا نحكيو محمود على الماتش؟ بربي يزيونا شويه زياده من جلد الذات. رانا لا مش انت بالحق دمرنا حياتنا. رانا نسمع في الناس الكل تونس اوكي، ما كورتنا مش ولا بد وخرجنا ومعنا برشا مشاكل، اما زاد ماناش نوقفوا الكوره في تونس خاطر المغرب ترشحت دور النصف النهائي. انتهى الحلم البارح بالنسبه للمغاربه، ولكنها ستبقى حلما للمنتخب المغربي. محمود أبزر، أنا نحب نبدأ بتدوينة صغيرة عملها المدون المتألق خليل قنطار، قال ليس خروج مشرف بل دخول مشرف للتاريخ. هذا هو اللي صار مع المغرب. راهو يلزم تعرف انه المغرب تلعب مع افضل فريق منتخب في العالم مدة 20 سنة الاخرانيين. معناتها راهو مدة 20 سنة. اجا نقول لك رفيق ولهنا نعمل بارونتيز، لانه العباد يلزم تعرف كيفاش فرنسا وصلت لهالمرحلة ذي 98 قبل اي لي سونتر دو فورماسيون يبداو اللي حضروا في مونديال فرنسا 93 تلعب باش تترشح لكاس العالم عام 94 في امريكا 1-1. دقيقة 90 كوستادينوف نتاع بلغاريا يخرج من البحر، فارق دي برانس يسجل الهدف وتروح فرنسا وما ترشحش لكاس العالم. فرنسا عمتها تلعب بجوركايف، تلعب برونو بلون، تلعب بيريك كونتونا، تلعب ديديer ديشون، تلعب بمانويل بوتي. هذا من كل الارماده ذي ومشات لكاس العالم. ولهنا كانت النقله النوعيه. وش هي النقله النوعيه؟ اللي بداوا يخدموا فيها راهو من عام 72. تعرف العباد تعرف كلير فونتين عام 88 اللي تاسس عام 88، ولكن راهو فما فيشي قبل عام 72 وبداوا.
وهذه المزيج من تو انا علاش نقول لك نفرح انا شويه بفرنسا لانه في نهايه الامر 60 70% منها هي من اصول مغاربيه افريقيه اللي تربوا في فرنسا واللي وفرت لهم فرنسا كل الظروف باش تنجم تخرج منهم تو مقارنه بالارجنتين. الارجنتين انترنسيكمون عندهم لاعبين يطلع يلعب كوره من اللي كيما هما كيما البرازيل. بالكونتر هذا ثمار نتاع عمل بدا من لي سونتر دو فورماسيون اللي بداوا قبل مونديال 98. من وقتها ولا فما منتخب فرنسي يقارع على الكبار. 98 هزوا الكوب دو موند ومن بعد 2006 كوب دو موند هزوا دي كوب دوروب لعبوا فينال. معناها منتخب فرنسي ولا من الكبار. والخمسه سته سبع سنوات الاخيره ولا تقريبا صعيب يتهزم المنتخب الفرنسي. تلعب المغرب مع افضل فريق في العالم وكيما نقولوا بلغه الكره في الدوزيام ميتون كانت ماركات الكوتسيزو اللي نتاع المغرب رانا ماناش نحكيو في نفس الوضعيه. ندخلوا الشوط الثاني 25 30 دقيقه المغرب شاده فرنسا التالي. ديشون يعمل دو شونجمون باش يرتاح. جيرو ما عادش يعمل في حد شيء خرج وهبط تورام وكيف شو اسمه خرج كوناتي ودخل اللاعب اللي ماركا الهدف الثاني. والهدف الثاني ان اكسبلوا انديفيدويل راهو من عند مبابي جبدوا خايفين لا يمسوا كيما قال رفيق. تنجم تمس هكا بالاصبع تفر اصبع ساقك صغير تمس مبابي زفر بيلاتي. دونك الديفونسورات خافوا من مبابي يعمل هكا يمد كره يماركيو الهدف الثاني. ولكن في مجمل المقابله المغرب حقيقه يستحق نتيجه افضل. ولكن راهو عايشين معناتها انه المغرب وصلت نصف نهائي كاس العالم مع اقوى فرق.